العربيات دخلت في بعضها، بقت صفيح والدخان ملا المكان لدرجة مفيش حد شايف التاني. ملامح الناس اختفت، حالة من عدم الاستقرار على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي. وقعة حزينة رحل بسببها 35 شخص واتصاب 60 واحد، وجعت قلوب كل الناس الساعات اللي فاتت، مش اهالي اللي فرقوا الحياة ولا اللي اتصابوا بس. ايه اللي حصل في الواقعة دي؟ ازاي الدخان ملا المكان بالشكل ده؟ تفاصيل صادمة كشفتها وزارة الصحة هتتفاجئ منها. ملحقوش يوصلوا للمكان اللي رايحينه في الطريق، وعند الكيلو 134 القادم من الاسكندرية اتجاه القاهرة، وتحديدا عند مدخل قرية الشجاعة قريب من النوبارية، حصلت لهم واقعة مفاجأة تحديدا الساعة 7:30 الصبح. طبعا كلنا عارفين ان الشبورة بتكون كثيفة جدا في الوقت الصبح ده، لدرجة ان بيتم غلق الطرق لفترات طويلة لحد ما تنزل الشبورة والجو ينور ويكون صافي ومؤهل لحركة المرور. لكن ده بيتم على الطرق السريعة زي الطريق الصحراوي كده. مع السرعة اللي بيكون الناس سايقين بيها مع الشبورة، فجأة بتحصل الوقائع اللي من النوع ده. ياما حصلت وقائع وراح بسببها أشخاص كتير، لكن الواقعة الأخيرة دي كانت صدمة بمعنى الكلمة، لدرجة إن الدخان وصل للسما بسبب إن العربيات الكتير دخلت في بعضها، وده بسبب الشبورة الكثيفة واللي كشفت عنه وزارة الصحة. كمان كان في أتوبيسات وميكروباصات وعربيات ملاكي وصل لعددهم 27 عربية، عشان كده عدد الركاب كان كبير جدا، واللي خلى الدخان يبقى كتير كده إن العربيات كتير. ولما دخلوا في بعض مع سرعتهم العالية وتسريب الزيت من واحدة من العربيات دي، وكمان انهم اكيد اتقلبوا على الاسفلت، فالاحتكاك ده خلى في دخان يبقى كثيف. وزارة الصحة كشفت كمان عن عدد من المصابين اللي وصلوا ل 60 شخص، واللي فرقوا الحياة حوالي 35 شخص، وطبعا منهم اللي ملامحهم اختفت وكان صعب التعرف عليهم. طبعا 20 عربية اسعاف وصلت مكان الواقعة، وتم نقل المصابين وهم في حالة حرجة، جزء منهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وجزء تاني لمستشفى غرب النوبارية المركزي. والطواقم الطبية حاليا قدمت الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات مع استمرار المتابعة. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان متابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لحظيا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرف الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة. ومن بعد نقل المصابين واللي فرقوا الحياة للمستشفيات، استمر الدخان لساعات، كل كان بيحاول من ناحيته يطفيه سواء الأهالي أو المطافي. وعشان كده وزير التضامن الاجتماعي بعد الواقعة فورا وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بمكان الواقعة. مش بس كده، دي قدمت التعازي لأسر الراحلين، الدعم اللازم للأسر الضحايا والمصابين، وكمان وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم كل الرعاية، وصرف مبلغ 60,000 جنيه لأسرة كل راحل من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، ده غير تقديم كل المساعدات اللي بتحتاجها الأسر المنكوبة. الحقيقة إن الواقعة كبيرة جدا وتوابعها أكبر، واللي رحلوا واتصابوا عددهم مش قليل، والكل عارف إن مال الدنيا مش هيعوض أب ولا أخ ولا أم ولا ابن ولا ابنة. كلنا عارفين إن قضاء وقدر ربنا، ونصيبهم يرحلوا في الوقت ده بالطريقة دي، اللهم لا اعتراض. حتى لو كانوا خدوا حذرهم كانوا برضه هيفرقوا الحياة بنفس الطريقة، لكن نعمل اللي علينا واللي في نصيبنا هيصيبنا، يعني نحافظ على السرعة المناسبة لكل طريق، وخاصة لو في شبورة مائية الصبح. وبيحصل وقائع سير كتيرة بسبب ده، والأسباب السرعة وإن الطرق مش بتكون مؤهلة، وده الحكومة اللي بتحاول الفترة الأخيرة تحله. ربنا يرحم اللي رحلوا وسابوا أسر مسؤولة منهم وفراقهم صعب عليهم، فربنا يصبرهم ويشفي المصابين ويقوي أهاليهم عشان يعدوا الفترة دي بخير. ادعوا لهم بالرحمة.